في كل مكان، والحلقه دي مخصصه للامهات، هي طبعا عن اولادنا وعن اطفالنا، بس هي مخصصه للامهات وللاباء بالتاكيد. اسئله المحرجه اللي اولادنا احيانا بيسالوها لنا، وزي ما قلت قبل الفاصل انه المفروض ننبسط ان هم بيفكروا، ان هم عندهم قوه ملاحظه، وده مهم جدا جدا، وده شيء طبيعي في النمو، لكن الأهم نجاوب عليهم ازاي عشان الإجابات دي تبقى بطريقة مظبوطة وسليمة، وهي طبعا بتساعد ان هم شخصياتهم تبقى يعني مستقرة كده وفاهمة، ما بقاش في توتر، ما تبقاش إجاباتنا بشكل صادم أو غيره أو بغضب أو غيره. خلونا نرحب في الاستوديو بأستاذة دعاء الدق، مستشار الأسرة النفسي والاجتماعي. أهلا بيكي، منوراني. أهلا وسهلا. أهلا بيكي. قولي لنا بقى ايه القصه دي؟ يعني انا عماله افتكر بصراحه البنات كبرت عندي مش فاكره قوي، لكن بالتاكيد يعني انا فاكره شويه حاجات كده، وخاصه كمان كان عندي اسئله دينيه يا استاذه دعاء عاديه، يعني هو فين ربنا، الكلام بقى العادي اللي احنا بنقوله، فبنحاول ان احنا نجاوب. بيتهيألي ان احنا بنجود في الاجابات، بس احيانا تبقى الاجابات مش مظبوطه، واحيانا نبالغ في الاجابات، وممكن يكون هو مش قد عقولهم. فالمفروض ان احنا يعني ندخل مدخل ازاي، يعني خلينا ندخل كده مدخل في موضوعنا النهارده. وهل طبيعي ان ولادنا يسالوا، ومن اول سن كام بيتم ده؟ خليني الأول أقول أبدأ أعرف حاجة كده جميلة اتعلمتها من دكتور أوسم وصفي أستاذي. برزنتيشن كده بتعرفنا ولد وبنت، الهوية الجنسية بتاعة الولاد والبنات، أميز بين ولد وبنت، إزاي بتتكون الهوية الجنسية بتاعتهم دي، لأن دي من أهم الحاجات اللي ألف به تربية جنسية الأم لازم تعرفها قبل ما تربي، والآباء والأمهات يركزوا معايا، بالذات الآباء. أنا كمان عايزة أفهم فعلا جدا يعني. البرزنتيشن دي دكتور اوسم وصفي استاذنا جميعا يعني عملها. احنا ممكن نجيب دي كده على جنب او ننزلها بالظبط. هنعتبر ان دي الام. الام مكتمله جسديا ونفسيا، انوثه نفسيه وانوثه جسديه. هنعتبر ان الازازه الانوثه الجسديه مكتمله جسديا، والانوثه اللي جوه السائل الاحمر اللي جواها الانوثه النفسيه. الانوثه دي نوعين، جسديه ونفسيه. جسديه يعني الفيتشرز بتاعتها، انها صدرها وجسمها، شكل جسمها والحيض بتاعها منتظم وكل حاجه، دي اسمها الانوثه. والانوثه النفسيه اللي هي العاطفه، لغه العاطفه، الهدوء، الرقه، كل الحاجات دي صفات نفسيه في الام. حلو صح. وهنعتبر ان ده الاب مكتمل جسديا برضو، اللون الازرق مكتمل جسديا، ذكورته النفسيه الجسديه مكتمله، وذكورته النفسيه مكتمله الى حد ما. تمام. ده الطفل بقى الصغير اللي لسه مولود بيبقى ملتصق بالام. اولا لا ذكورته النفسيه مكتمله ولا ذكورته الجسديه. ده ولد. ده ولد. اوكي. ذكورته النفسيه قليله، وذكورته الجسديه برضو لسه ما بداتش، يعني ما تعرفيش تميزي ده ولد ولا بنت. صح. فبطبيعه الحال بيبقى ملتصق بامه. هي ترضعه وتاكله وتفطمه، فبيبقى ملتصق بيها ومنفتح عليها. منفتح عليها يعني ياخد ويدي معاها، يبص لتعبيرات وشها، يتكلم معاها لما يبدا يتكلم، يتعلم الكلام. طيب ده بطبيعه الحال، دي بالنسبه للطفل دوت دايره الامان. وعايزه اقول نقطه في غايه الاهميه، ان في اطفال بيبقوا مولودين الذكوره عندهم النفسيه اقل من غيرهم. يعني مثلا ده طفل اهوت ذكورته النفسيه اقل، هتلاقيه ملتصق بامه اكتر من دوت. هتلاقيه بيبحث عن دايره الامان بتاعه امه اكتر، لازق فيها بمعنى اصح، عشان يبعد عنها بعد الانفصال، بعد الفطام. الموضوع بيبقى اصعب من غيره. من اللي هو مكتمل الذكوره النفسيه. مش مكتمل، يعني اقصد ذكورته النفسيه اعلى. تمام. فدلوقتي المفروض ان الام فطمت الولد، فالولد بيبدا يبعد شويه عنها. حتى بنلاقي الطفل اللي بيبدا يمشي يتعلم المشي عايز يسيب ايد مامته وهو ماشي في الشارع. بالزبط. وفي بقى اللي بيبقوا خايفين وماسكين في ايدين مامتهم ومتعلقين بيها. صح. واول ما الضيوف يجوا يجري على امه ويستخبى فيها. في تبقى الذكوره النفسيه دي درجه الذكوره النفسيه اللي مولود بيها. حلو قوي. يعني دي بتبقى حاجه جيناتيك ولا بنبقى احنا السبب فيها؟ لا، بتبقى حاجه جيناتيك، الطفل مولود بيها. بس انا بقى بعد كده هوظفها ازاي، هيكمل ازاي الطفل دوت اللي ذكورته النفسيه قليله، بيبقى ملتصق بامه اكتر. اجي ابعده عن دايره الامان بتاعته، عن جنه الرحم اللي هو كان فيها. صعب عن غيره. نسبيا عن غيره. طيب المفروض الولد ده لما يبعد يروح فين؟ دايره امان تانية اللي هي فين؟ الاب. ليه الاب؟
عشان الاب ده ذكر زيه. بيلبس جزمه، بيحلق دقنه، بيلبس قميص وبنطلون، غير الست ديت خالص اللي بتلبس طرحه وبتصلي بيها. تلاقي الولد بيحاول يقلد باباه، بيلبس كرافات بتاعته، بيلبس الجزمه بتاعته. الاب دوت لو اب موجود، بمعنى كلمه موجود ايه؟ موجود بيولوجيا، يعني مش متوفي مثلا، مش مسافر، مش عصبي ومنفر للطفل، بالنسبه له دايره امان ينجذب فيها ليها الطفل. هيبقى الاب دوت بالنسبه للولد دايره امان تانية، فهيبدا ايه؟ يكون بينه وبين الطفل بوند، يلعب معاه العاب ذكوريه، فالذكوره النفسيه عنده تزيد. يبدا يعلمه تحمل المسؤوليه، انت تشيل الحاجه الثقيله لما تلاقي ماما شايلاها تساعدها، عشان انت الولد بيبقى اقوى من البنت، فيبدا ايه؟ يزود في ذكورته النفسيه، يقوي ذكورته النفسيه. يحصل ايه بقى؟ النمو النفسي والجسدي بيبقوا يكبروا مع بعض. في الاخر بلقاه ولد مكتمل الذكوره الجسديه والنفسيه. طب في حاله الاب القاسي او اللي مش موجود، او اللي وجوده زي عدمه، او الاب ضعيف الشخصيه وضعيف الذكوره النفسيه، ايه اللي بيحصل؟ الولد ده بيخرج من دايره الامان بتاعه الام. طب هيروح فين؟ هيروح فين؟ هيروح لذكور برضه، هينجذب للذكور. الذكور بقى دولت هم اللي هيغذوه. الرجوله انك تشرب سجاير، هيشرب سجاير. هم اللي هيعرفوه، هيغذوا عنده المعلومات ازاي تبقى راجل. المعاني المغلوطه للرجوله. ايوه، انك تضرب ولد وتكسر عظمه وترميه في الارض، ده انت كده بقيت راجل. انت كده اسد واحنا هنسقف لك. هيبدا ياخد معلوماته من ذكور تانيين، ولو ما لقاش الذكور التانيين او كان شخصيته اقل من ان هو يندمج في مجموعه رفاق ذكور، هيفضل كده هوت فاقد الهويه الجنسيه. هيبقى عنده نقص في الهويه الجنسيه الذكوريه. حاجه بقى من الاثنين، لا يفضل كده هوت في حياته نافر من كل متخبط كده، متخبط، لا هو عارف انا راجل ولا عارف انا ست. كمان بالذات العلاقه لما بتبقى بين الاب وبين الام سيئه، الطفل دوت بيبقى واخد جانب الام، الجانب الضعيف. طيب في مره مشكله من المشكلات، ام حكت لي ان الولد رجع من المدرسه وهي كانت قويه الملاحظه، يعني لقيته بيعيط وزعلان وواخد جنبه ومتضايق، نفسيته مش مظبوطه. فلما سالته في ايه بالظبط، وفضلت تلح عليه في السؤال، قال لها يا ماما انا شاذ جنسيا. فقالت له عنده كام سنه؟ 11 سنه. وفاهم المعنى؟ ما هو فاهم طبعا، لان ده من سن 8 سنين فاهمين الكلمه دي دلوقتي. معلش انا الوعي زاد قوي، الوعي زاد قوي جدا جدا. فقالت له يعني ايه؟ يعني بعد بقى ما قعد كذا جلسه فهمت من الولد انه الولد شاف باباه وهو في وضع جنسي مع مامته، فالولد شاف الوضع ده كانه اهانه للام. ليه شافها كانها اهانه؟ لان الاب كان قاسي قوي مع الام، بيضرب وبيزعق وبيعمل فاي تصرف منه اعتبره برضه نوع من انواع يعني القهر. والام ضعيفه وغلبانه ومستحمله، فانا مش هقهر اي انثى في حياتي، انا هفضل كده على الحياد، انا مش هميل لاي انثى، مش هقهر اي انثى، مش هعمل الوضع دوت المسيء المهين. فضل الولد يميل. اصحابه بقى خدوه وقالوا له انت طالما انت ما بتميلش لاي انثى تبقى انت شاذ جنسيا، وكبروا في دماغ الولد الموضوع ده. اوكي طيب، خلينا برضو ايه يعني نتكلم برضو في نقط تانية يا استاذه دعاء، ونتكلم عن نرجع لبيوتنا والوضع الطبيعي اللي بيحصل في اي بيت، ونرجع للسن المبكر لاولادنا، اللي هو مثلا من اول سن كام يبتدوا يسالوا اسئله ويبقى عندهم وعي، يعني من اول سن 3 سنين ونص مثلا، يعني يبدا مثلا يسال هو انا مثلا ولد واختي مثلا بنت، هو مثلا ربنا فين، هو انا جيت منين، الكلام ده اللي هو الاسئله اللي ممكن انا هيبقى صعب عليا ان انا ارد عليها، ممكن ابقى صعب عليا علشان انا حاسه انه درجه استيعابه مش هيفهم طبيعي، لان الموضوع يعني اكبر من درجه استيعابه بالتاكيد. او انه الموضوع بيبقى فيه مثلا اسئله دينيه، فمش عايزه الخبط في الكلام او اقول حاجه ما تبقاش مظبوطه، او انه مثلا اسئله محرجه فانا بحاول ان انا اغلوش عليها واتجاهل. فسؤالي دلوقتي من اي سن، وانت قلت لنا نقطه مهمه جدا، انه انا بسالك بقول لك الكلمه دي اتقالت ازاي، فانت قلتي لي لا ده الدنيا اختلفت خالص، وده طبعا وضع طبيعي. احنا فعلا دلوقتي بنقول مرحله المراهقه بقت مبكره جدا جدا عن ايامنا وايام اللي قبلنا، ففعلا الدنيا اختلفت والدنيا بتجري، ودلوقتي السوشيال ميديا والانترنت وكل ده.
من اي سن دلوقتي، وانت اكيد ملاصقه للامور دي يا استاذه دعاء، يبتدي الطفل يبقى واعي ويبتدي يسال اسئله وهو عايز يعرف، عنده ملاحظه، عايز يسال من اول سن؟ من قبل ما يسال لازم اكون انا واعيه بالموضوع ده وابدا اطبقه. يعني مثلا بلاقي امهات بتحط لولادها مانيكير، الولاد الذكور مانيكير، تلبسهم الطرحه، تلبسهم طب توفه خلينا وحلق. بس، لا خلينا بقى معلش، ده موضوع تاني. خليني بس انا ده سؤالي محدد، معلش يا استاذه دعاء. من اي سن يعني؟ بس عشان ممكن دلوقتي مثلا امهات عندها بيبيهات لسه صغيره، حلو قوي اللي انت قلتيه ان انا ابقى واعيه، ده مهم جدا. بس انا عايزه اعرف من اي سن دلوقتي في المجتمعات المعاصره بقى اللي احنا فيها دلوقتي يبتدي البنت او الولد تسال اي اسئله هي جت في مخها وعايزه تسالها؟ من اي سن دلوقتي؟ الانفتاح على المجتمع من بدايه سن المدرسه. ان هو بيخرج للمجتمع بيشوف ذكور. طب ممكن يبقى في البيت مثلا 4 سنين او 5 سنين وتسال او يسال اي اسئله؟ هيسال برضو، لازم نكون مستعدين ان احنا نجاوب. ما انا بسالك يعني ما نتفاجئ. ممكن من 3 سنين 4 سنين لا، الانفتاح على المجتمع ان هو يبدا يخالط الناس ويشوف دي طنط ودي انكل، ده بيلبس كرافات ودي بتلبس فستان. هيبدا يشوف الحاجات دي فهيبدا يستوعبها في عقله. في طفل هيتكلم وهيقول وهيعبر عن ده، وفي طفل تاني لا، ممكن ما يعلقش بس يفضل يلاحظ، يخزن جواه معلومات، ده راجل وده ست، ده بيلبس كذا ودي بتعمل كذا. يبدا بقى ساعه ما يبدا يدخل سن المدرسه ويبدا يروح مثلا يقعد مع جماعه رفاق يقولوا ماما عندها نونو في بطنها. طيب ماما، يرجع البيت، ماما النونو ده جه ازاي في بطنها؟ طبعا دي من الاسئله العاديه جدا. النونو ده جه ازاي في بطنها؟ في بقى تروح وقتها ضربه ابنها، تقول له عيب كده ما تسالش وتزعق بقى اللي بيحصل ده. تبقى مشكله كبيره جدا جدا. لان الولد اولا مش هيفضل يدور على اجابه السؤال، هو مش مدرك، هو عادي يعني فطره ربنا سبحانه وتعالى عملها فيه. فهيفضل يدور على اجابه السؤال ويسمعها بقى من كذا حد. يسال صاحبه اللي قال له ماما عندها نونو في بطنها، مامتك جابت النونو ده منين في بطنها؟ وتخيلي بقى لو الام جاوبت عليه بطريقه غلط، يعني قالت له مثلا مامته بلعته. فتخيلي بقى الاجابه دي، ده برضو ما ينفعش خالص. ما ينفعش. اول حاجه مش هيصدقها. او مثلا لقيته على باب جامع مثلا، لما الولد يسال مامته انت جبتيني منين؟ ودي من الاسئله السخيفه جدا. انت جبتيني منين؟ فتروح رده الام الاجابات السخيفه، مش الاسئله السخيفه، هو سؤال منطقي جدا. بس الاجابه السخيفه بقى ان الام تقول له انا لقيتك على باب جامع، ويقعدوا بقى يضحكوا بقى واخدين الموضوع بهزار بقى كده والكلام ده. وبيحصل. طيب دي كارثه بقى في حد ذاتها. يعني لو الولد اولا مش هيصدقك وهيدور على الاجابه بره، طب انا عايزه اقول لك طابور من المتطفلين. ممكن يصدق على فكره، والكارثه انه لو صدق لو الكارثه الكبيره انه لو صدق وترسخ في نفسه انا مش من الناس دي، دي مش امي، دي لقيتني على باب جامع بلسانها هي اللي بتقول. دي تبقى كارثه كبيره بقى فعلا، ويخلي الولد ممكن يحصل له وسواس قهري واضطرابات فظيعه جدا جدا. في عقلهم ساذج ان هم يصدقوا، هم اطفال. وساعات تبصي تلاقي مثلا ايه 3 4 اخوات مثلا، فحد يسال السؤال ده، فالام او الاب يقولوا كده، يروحوا الاخوات بعد كده يصدقوا، يقولوا انت مش كده شبهنا، انت شعرك مش زينا، انت مش اخونا او انت مش اختنا. يعني احنا بنبقى واخدين الموضوع ببساطه، لكن الحقيقه ممكن يعني ما ينفعش يظهر، ما ينفعش الكلام ده. فلازم الام تجاوب صح. انت كنت في بطني، كنت مرحله من مراحل نطفه صغننه، ده طبعا على حسب السن تديله المعلومه. يعني مثلا ممكن تجيب له بيضه شكل بيضه صغيره بتتكسر وبيطلع منها الكتكوت. انت كنت كده بيضه صغننه في بطني، بس مش قد البيضه دي، لا ده اصغر كمان، قد النونه كده صغننه، قد النقطه. وبعدين بدات تكبر شويه تبقى علقه، وبعد كده تبقى مضغه، بعد كده طبعا الالفاظ دي مش هتتقال. ما هو يعني احنا بنقول الالفاظ يعني على قد السن. فضلت تكبر حبه حبه، هنقولها للطفل الصغير ايه، هنكبر حبه حبه. بعد كده هنبدا ندخل الالفاظ القرانيه والالفاظ العلميه. يعني مثلا ممكن طفل يسال مامته الجهاز التناسلي بتاعي اسمه ايه، هتقول له الكلمه اللي ذكرت في القران، كلمه الكلام العلمي، الالفاظ العلميه، لان دي برضو من ضمن الاسئله المحرجه للولاد. طيب هيجي بعد كده يسالها انا جيت في بطنك ازاي، يعني وايه علاقه بابا، ايه علاقه بابا بان انا جيت للدنيا وجيت للحياه. طيب
هتبدا تقول له انت كنت بويضه في بطني، البويضه دي ما بتتكونش لوحدي، يعني الام لوحدها ما تعرفش تجيب بيبي، لازم جزء من الاب وجزء من الام بيلتحموا مع بعض ويكونوا البيبي عشان تاخد شكل من شكل بابا وشكل من شكل ماما، طبع من طبع ماما وطبع من طبع بابا، وبيتكون وبيبقى في بطن الام وبيكبر يكبر يكبر لغايه ما تبقى انت، لغايه ما تكبر خلاص بقى بطني مش قادره تشيلك فاروح والديك. طيب. جميل. طيب انا برضو في يعني في برضو كده صور كنت بفتكرها، ودي بتبقى لطيفه جدا جدا، ومن غير زي ما انت قلتي تكون الام اصلا واعيه لكده. يعني مثلا ساعات تبقى الام مثلا عندها بنت وولد، فيجي مثلا الولد ببراءه لطيفه جدا جدا انا عايزه البس الفستان زي اختي، يكون هو الاصغر يعني او في قريبين من سن بقى. فهنا بقى بتبتدي الام تقول له بالراحه بقى، تبتدي لا انت واحده بقى واحده كده بناخدهم. زي ما انت قلتي مثلا طبعا دي تصرفات مش لطيفه ان الامهات تحط مانيكير لولد ويقعدوا يضحكوا. لا فايه اللي يحصل لما يضحكوا؟ يعني فانا اللي اقصده ممكن المعلومات بقى نبتدي ان احنا نديها يعني بشكل لطيف، ويبقى نوصل المعلومه برضو انه انت ليك طبيعه خاصه واختك البنوته ليها طبيعه خاصه. انا مثلا الاقيه بيلعب، لا انت هجيب لك مثلا اللعبه الفلانيه عشان بنوته بتلعب يعني كده. طبعا غير الجينات اللي هي طبعا البنت بتبقى مياله اكتر ان هي تلعب لعب معينه والولد لعب معينه، بس اللي اقصده كمان دي بتبقى شيء لطيف جدا من الام ان طول الوقت تبقى مدركه لده، فبتوصل مسج او رسالات بشكل بسيط جدا جدا توصل الولد طبيعته التكوينيه مختلفه عن طبيعه مثلا اخته كبنت ولد، فدي بتبقى حاجه لطيفه جدا يعني. ايوه تمام. احنا قلنا ان لو الولد بدا يقول مثلا انا عايز البس فستان زي بتاع اختي او احط مانيكير ما ننهارش بقى وما نزعقش وما يعني بالظبط، او العكس ما نلبسوش ونقعد نضحك، لان احنا طبعا. اي انسان ربنا خلقه عنده غريزه القبول الاجتماعي، عايز يبقى مقبول اجتماعيا. يعني ايه مقبول اجتماعيا؟ يعني الناس تشوفه تبقى مبسوطه من اللوك بتاعه، من شكله، من طريقه تصرفاته. فالام لما تضحك هنا تديله القبول الاجتماعي امتى؟ لما يحاول يقلد البنات. فيعيش حياته في القالب ده. انا بحاول اقلد البنات عشان الاقي قبول اجتماعيا لغايه ما اتقمص دور الانثى، وكده انا بضيع له هويته الجنسيه زي ما اتكلمنا فيها. طبعا. فالحل بقى نعمل ايه؟ دلوقتي الولد اما جاي يلبس فستان نقول له لا طبعا دي حاجه مش مقبوله خالص، والناس مش انت يعني ولد مش هيعرفوا يعني ان انت راجل. ايوه. وبعدين نبدا نوري له الفاشن بتاعت الولاد. برافو عليك، ده حلو قوي. ايوه، يلبس كرافات، الولد بيلبس كرافات، بيلبس جزمه شكلها كذا، بيلبس بوت مثلا، يلبس مونتو البالطو الطويل دوت، ونبدا نفرجه على الفاشن بتاعت الولاد بتاعت السن اللي اكبر منه شويه. انت تطلعاتك هتبقى ايه؟ تطلعاتي ان انا هبقى ولا ذكر راجل، هلبس اللبس دوت وهظهر بالشكل دوت، عشان توجه تطلعاته كمان المستقبليه، مش في المرحله اللي احنا فيها. تبدا تلبسه الكرافات بتاعت باباه والجزمه بتاعت باباه ويتصور بيهم وتوري له انت شكلك كده، انت راجل صغنن وهتكبر وهتبقى تملى الهدوم ديت زي ما باباك كان صغير. حلو قوي. طيب استاذه دعاء برضو خليني يعني ايا كانت شكل الاسئله المحرجه، واحنا كلنا اغلبنا فاهمين الاسئله المحرجه بتبقى عامله ازاي يعني، فخلينا نقول في بعض الاباء والامهات بيبقى ردود افعالهم مختلفه. اولا في اباء وامهات بيستغربوا جدا جدا، مع ان ده نمو طبيعي وده نمو عقلي، ومفروض ان هو ينبسطوا ان اولادهم اتلفت نظرهم لاي حاجه في الحياه، لاي اختلافات او اي حاجه بيفكروا فيها، ان هم بيفكروا يعني في ذكاء وفي فكر يعني. في بقى بعض الاهالي بتتجاهل خالص، تحاول ان هي زي ما كلمه نغلوش على الموضوع. شايفه الموضوع ده ازاي؟ يعني تقول لك لما يكبر، او مثلا تقول له ببساطه، وساعات تقولها له لما تكبري هبقى اقول لك، او لما تكبر هبقى اقول لك. شايفه القصه دي ازاي؟ لا، وقت ما يسال اقول له، ما فيش حاجه اسمها لما تكبر. حتى السؤال انا مش عارفاه ادور على الاجابه بتاعته. ثانيا الجنس ده فينا كلنا، لا هو عيب ولا حرام ولا غلط. ربنا سبحانه وتعالى خالق فينا الجنس كلنا، واللي ما عندوش الميول الجنسيه يروح يتعالج يا جماعه. فدلوقتي الطفل ده عنده ميول جنسيه، اسئلته الفضول الجنسي ده بدايه تكوين الميول الجنسيه بتاعته. فلازم اجاوبه، واجاوبه بكل صراحه وبكل جرأه، من غير ما اضحك، من غير مخجل، من غير بالظبط. ايوه الخجل والحياء طبعا شيء مطلوب وكل حاجه، بس انا دلوقتي بجاوبه بشكل علمي. ايه الحياء في كده؟ ولا ايه الخجل في كده؟ لازم اجاوبه بشكل علمي وبشكل صحيح محترم وبشكل ايوه علشان ما يلجاش ياخد المعلومه من بره. ما ينفعش ان انا ارفض اسئلته يا جماعه. هلاقي
اخد المعلومات دي من بره بشكل غلط وهيأثر على حياته بعد وبعدين كده. كمان بياخدها من بره، ودلوقتي المجالات بقت واسعه جدا جدا، يعني ممكن فعلا عن طريق يوتيوبس وعن طريق حاجات عن طريق النت كمان هو مش قليل الادب انه بيسأل. لا 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 القليل الادب بقى اللي يفضل يخبي ويداري وتلاقيه وايوه، او مش قليل الادب كمان ما تشجعش، ده فطره فينا كلنا. وهقول لك على حاجه كمان استاذه دعاء، ومن هنا يعني احنا دايما كنا بنعمل حلقات عن ازاي نبقى في حوار بيننا وبين اولادنا، ازاي نخلق روح الصداقه بيننا وبين اولادنا. وهو ده اللي بيخلي الابن يبقى او البنت تبقى يعني تفرحي وان هي بتسالك، وان هي انت واخداكي او واخداك اب، ان هو يعني قدوه، مش خايفه منك، مش خايفه منه وجايد ليها. فبالعكس دي حاجه بتفرح جدا. والانطباعات الاولى كمان بتدوم. يعني لو الام نهرت البنت ساعه ما سالتها اول مره، خلاص مش هتسال تاني، تسالها تاني، مش هتسال تاني، وهتدور على اي مصدر معلومه بقى قد يكون غلط وكده. فتبدا تسالها، تبدا لازم تجاوبها، حتى السؤال اللي مش عارفاه لازم تدور عليه، تقولها طب تعالي نشوف اجابه السؤال ده ايه، وتبدا تدور على الاجابه بتاعته. هروح برضو لنوع من انواع الاسئله، وساعات احنا الحقيقه بيبقى ردودنا فيها مش مدركين قد ايه احنا ممكن بيبقى هدفنا ان احنا نقرب ولادنا مثلا من ربنا ومن الاديان ايا كان ديننا، وفعلا ردودنا ممكن تخليهم يخافوا وينفروا واحنا مش واخدين بالنا. وبالذات الاسئله الدينيه اللي هي الحرام والحلال مثلا، يعني ساعات مثلا يبقى في سؤال معين وده احنا من وجهه نظرنا او معروف دينيا ان هو حرام، فنبتدي نقول ده حرام جدا جدا وانت هتروح النار وهتتحرق يعني نفضل نخوفهم من العقاب بشكل مبالغ فيه. نقول طبعا بس ما ننفرش او ما نخوف، يعني نخليهم يقربوا من ربنا حبا مش ارهابا. فبناخد بالنا من الحته دي. طبعا موجود النار ولازم نقول وكل حاجه، او العقاب بيكون ازاي، لكن ما يبقاش التركيز على التخويف والارهاب. دي نقطة خطيرة جدا جدا حضرتك قلتيها، لأن دي بتحصل في بيوت كتير جدا جدا. صحيح. وبعرفها أنا بما إني أنا يعني الأمهات والزوجات بيجوني. لو أم شافت مثلا ابنها بيتفرج على أفلام إباحية أو بيمارس العادة السرية ومسكته راحت ضرباه على وشه أو مزعقاله أو خوفته، هيحصل حاجة اسمها ارتباط شرطي. يعني إيه ارتباط شرطي؟ الولد أول ما تبدأ النشوة أو الرغبة الجنسية تتحرك عنده، هيربط بالعقاب وبالألم وبالحرام وبالغلط وبالعيب اللي ماما عملته. الانطباعات الأولى احنا قلنا بتدوم. فأول انطباع له أول ما بدأت شهوته تتحرك ورغبته الجنسية تتحرك إن الأم ضربته، إذا ده عيب وحرام وغلط. يحصل بقى إيه لما يبقى كده عريس وراجل قد الدنيا، يجي يتجوز مراته تقول أنا جوزي مربوط. ربط، يعني ايه ربط؟ ربط ذهني وليس سحر وعفاريت ودجل والكلام ده كله. يعني ايه ربط ذهني؟ الولد اول ما تبدا الحاجات دي بتبقى محتاجه الطاقه الجنسيه، محتاجه تركيز منه. تركيزه هيبقى مشتت فين؟ في الربط الذهني. فاول موقف حصل لي العلاقه الجنسيه دي حاجه عيب وحاجه غلط وحاجه حرام، فتركيزه كله هيروح ناحيه ايه؟ الصندوق الاسود اللي خزنه جواه من الذكريات المؤلمه اللي حصلت له اثناء يعني نضوجه الجنسي. علشان كده بنقول ان احنا المفروض بقدر الامكان يا جماعه، واستاذه دعاء قالت في البدايه انه احنا مش بنجيب اولادنا ونبقى فرحانين بيهم، وطبعا هم نعمه كبيره جدا جدا من ربنا، ودايما نقول كده في حلقاتنا، مش عشان بس يبقى شغلنا الشغل ازاي يعني هنجيب لهم احتياجاتهم سواء الغذائيه او في المدرسه او غيره او غيره. الجانب النفسي جانب مهم جدا جدا، وجانب مهم جدا جدا لنجاح الانسان في حياته، مش بس ان انا ابني لهم حاجه او احوش لهم فلوس او اعلمهم او اكلهم او البسهم. فممكن تبقى اخطاء بسيطه جدا جدا، بس عشان استاذه دعاء ملاصقه لامهات واباء ومشاكل ابناء، فممكن تكون شايفه الموضوع بشكل اوضح، ممكن احنا ما نبقاش متخيلين كده. فحقيقي بتفرق كتير قوي قوي ان احنا نبقى عندنا وعي. ممكن دلوقتي استاذه دعاء اعتقد انه الانترنت مليان يعني ممكن نصايح في الاطار ده، ممكن في كورسات مهمه جدا دلوقتي بقت متوفره. فانا عايزاكي برضو توجهي للامهات والاباء الجداد خاصه، يعني اللي هم لسه بيربوا اطفال صغيرين ولسه هيكونوا ليهم دور كبير في تربيتهم، تنصحيهم بايه؟ ممكن يكون ده ما كانش متوفر ايامنا احنا. اولا الجنس لا عيب ولا حرام في حياه الولاد، وده شيء طبيعي جدا بيدل على ان هم اسوياء نفسيا. طيب احنا ما نعاقبهمش عليه
ما نعمل لهمش احنا الربط بايدينا. البنت تبقى بارده جنسيا او الولد يبقى مربوط جنسيا مش قادر يعيش حياته ويستمتع بسبب ان احنا خوفناهم من النقطه دي ومن الموضوع ده. فلازم احنا نطمنهم، احنا مصدر الامان ليهم. ولازم الاب كمان يبقى صديق لابنه الولد، يبدا يعرفه الطهاره والوضوء والصلاه، ان ما ينفعش حد يبقى جنب ويصلي. يبدا يعرفه العاده السريه ايه، ويقول له المخاطر بتاعتها. يبدا يعرفه يعني ايه انتصاب، يعني ايه يعني احتلام. انا بصي، انا يعني انا طبعا ممكن تكوني انت بتتكلمي بشكل علمي يعني جدا جدا، بس انا اللي اقصده يعني الامور برضو ان هي تتاخد تدريجيا وحسب السن وحسب العمر. يعني واحدة لازم واحدة. لازم لازم نعمل بوند صداقه من الاول بالظبط. ولازم كمان نبقى مدركين يعني يعني انا بقول ايه، خير الامور الوسط. انا مش لازم ان انا يعني المعلومات كلها 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 ما هي في الوقت المناسب، بس انا ببني يعني انا ببني حاجات مع بعضها، ببني تربيه سليمه اخلاقيا، ببني تربيه سليمه دينيا، ببني تربيه سليمه في العلاقات بوجه عام. فبمشي واحده واحده يعني ممكن بس انا يعني اخشى انه بعض الناس تفهم انه لازم الاول نبقى منفتحين جدا جدا ونتكلم. فاعتقد ان احنا يعني نبقى على وعي برضو بالسن وما يقال وما لا يقال دلوقتي، ولو هنقول الموضوع هنقوله ازاي الطريقه. احنا هنقول اللي هم بيسالوا عليه، اللي بدر على ذهنهم اسئلتهم هنجاوب عليه. هو ده اللي هنقوله في المرحله الحاليه بالظبط. في اي مرحله هم فيها يسالوا سؤال لازم اجاوب عليه بالظبط. انا بشكرك جدا جدا، انت نورتينا استاذه دعاء الدق مستشاره الاسريه والنفسيه. انت نورتينا وشرفتينا. مشاهدينا خلصت حلقتنا، كل صحه وسعاده لمشاهدينا، الى اللقاء.